قالوا لي حطيها في الميه المغليه وشوفي النتيجه، وبجد يا جماعه النتيجه صدمتني لدرجه ان انا قلت لازم اوريكم الفرق، وموضوع الميه المغليه ده بيقلب الوصفه قد ايه. تعالوا الاول نبدا مع بعض، نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا. زي ما انتم شايفين جبت 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات عادي، حطيت عليه كيس كامل من البيكنج باودر وكيس كامل من الخميره الفوريه. هحط عليه معلقه صغيره مليانه من السكر ورشه ملح فعليا. هقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعض بايديا كده، وبعد كده هعمل حفرة في الوسط وهحط فيها 3 معالق كبار من السمنة، سمنة بلدي بقى زي ما تحبي، معلقة الأكل عادية زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى نص كوباية حليب دافي دافي، يعني تحطي فيه صباعك كده زي دمعة العين عشان الخميرة ما تبصش. وهبتدي أعجن زي ما انتوا شايفين كده والم الدقيق على الحليب. أول ما يلم معايا هنزل بربع كوباية من الحليب الدافي برضو تاني. بعد كده بقى ما هضيفش حليب تاني، هكمل بالمية الدافية، وبرضو مية دافية عادي من الحنفية، تحطي فيها صباعك ما يتلسعش. وافضلي بقى ايه اعجني كده لغاية ما العجينة تبتدي تلم معاكي. عايزة اقول لكم حوار المفرش السيليكون ده حوار فاشل بصراحة، يعني ما كانش مخليني عارفة اعجن كويس، فرحت شلت وبدأت اعجن على الرخامة نفسها. وطول فترة العجن كنت بضيف المية الدافية حبة حبة لغاية ما خدت النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. واعجنوا بالطريقة دي على رخامة، الموضوع ده هيساعدكم. هتاخد معاكم بالظبط 7 دقايق عجن. قسمتها ل3 اقسام، اسمين صغيرين واسم كبير. بكورهم بالطريقة دي، وهاخد اول اسم صغير واحطه في الطبق، واضيف عليه معلقة صغيرة مليانة من الكركم مع معلقة صغيرة من الزيت، وابتدي اعجن كويس جدا لغاية ما اللون كله يبقى موحد معايا والكركم يتخلل في العجينة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين لونها بقى حلو وذهبي ازاي؟ هاخد الجزء الصغير التاني وهحط عليه معلقة صغيرة من معجون الطماطم عليها بقى. طبعا انا بعد ما عجنت كده لقيت لا مش هي دي الدرجة اللي انا عايزاها، رحت ضايفة معلقة كبيرة من البابريكا. بابريكا دي بتبقى ليها طعم مدخن كده بسيط، وما بتبقاش حراقه مش شطه يعني. بفضل اعجن كده لغايه ما اوصل للنتيجه دي. والجزء التالت هسيبه ساده. دهنت الطبق بالزيت وحطيت زيت تاني علشان التلات، لو انت عايزه تحطي كل واحده في طبق تمام، لو عايزه تحطيهم في طبق واحد زي ما انا حاطه كده ادهنيهم كل واحده بالزيت عشان ما يلزقوش في بعض، وسيبيهم بقى يتخمروا بعد ما تغطيهم لمده ساعه في مكان دافي. شايفين منظرها بقى عامل ازاي؟ نتيجة البيكنج باودر مع الخميرة بتبقى رهيبة يا جماعة. تعالوا بقى اوريكم هنعمل ايه. خدت الجزء السادة الاول وبدأت ان انا اعجن فيه شوية بعد التخمير، وقسمته بالسكينة للاحجام اللي انا عايزاها. اللي لسه بقى معانا لغاية دلوقتي يقول بيتابعنا من اي دولة وايه اشهر اكلة في الدولة بتاعته. بحب قوي اعرف اكلات الدول التانية واعملها عندي في الصفحة. المهم خدت الاجزاء، اول جزء بدأت عملته شكل اسطواني كده، وهبتدي افرده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما تفرديه كده هتيجي الحرفين بتوعه وتدخليهم لجوه حاجة بسيطة وتروليهم بالطريقة دي. بعد ما تروليهم رول يعني على هيئة رول، بتروحي جايبة الجزء اللي هو التقاء العجينة كده وتضغطي عليه. هوريكي كده واحدة لوحدها علشان ما يفتحش منك بعد كده. بالظبط كده بتدوسي عليه جامد قوي. انا بشدد على الخطوه دي ميه مغليه انا نزلت فيها العجين قبل كده، بس الموبايل ما كانش بيصور فقلت اعيد تاني الخطوه دي قدامكم. فالميه ما بتبقاش بيضه كده طبعا، بتبقى في الاول شفافه، بس عشان كانت واخده غلوه قبل كده. نزلت بالظبط 3 دقايق بالعجين بتاعي اللي انا شكلته، بيزيد حجمه زي ما انتم شايفين في الميه المغليه. بالظبط يا جماعه دقيقتين، ما تزوديش عن كده، بالذات لو الميه بتغلي زي ما انت شايفه كده. وتصفيها كويس من ميه وانزل باقي الكميه اللي بعدها وهكذا. طب بطلعهم على ايه؟ على صينيه مدهونه بالزيت. كنت دهنه صينيه بالزيت، طلعت عليها كل الكميه وسبتها تنشف لمده 5 دقايق. بعد كده جبت صفار بيضة، حطيت عليه نقطة فانيليا بالظبط مش اكتر من كده، وبدأت اقلب كده وادهن بيها الارغفة اللي انا عايزة ادهنها بصفار البيض. انا دهنت اللون الابيض وشوية من اللون الاحمر والاصفر وسبت الباقي، عايزة اشوف ايه الفرق ما بين اللي مدهون بالصفار واللي مش مدهون. نقطة الفانيليا هتدي ريحة حلوة قوي للمخبوزات، كأنك عارفين لما تجيبوا البيت يبان كده وتحسوا ان ريحته مسكرة، هو هيكون كده. حطيت بقى شويه حبه بركه، شويه سمسم، شويه زعتر، ودخلتهم فرن سابق التسخين اعلى حاجه كانك بتعملي بيتزا.
ماشي. وطلع معانا طبق المخبوزات الرهيب ده. دول كانوا 3 كوبايات دقيق عملوا معايا بالظبط 12 رغيف وحته ميني كايزر صغيره كده. تقدري طبعا تضاعفي الكميه، بس انا بحب اعمله فريش اول باول. عايزه اقول لكم من بره القشره بتاعته كده ايه كريسبي، ومن جوه طري وهش وبيدوب في البق. حته غليان الميه دي هي اللي عطيات الهشاشه والطراوه دي، وتحسي بطعم غني كده. مش عارفه اوصف لكم بصراحه، لازم تجربوا. وادينا اهو هنعمل ساندوتش جبنه بالخيار، وبجد ده احلى ساندوتش جبنه بالخيار. الولاد بيقولوا لي يا ماما طعم الفينو نفسه مختلف. فجربوا الوصفه دي واكتبوا لي في الكومنتات رايكم، والف هنا وشفا عليكم.